الدوشة دي كلها؟ في ايه؟ ده ولا كأن في حد بيزعق من الجيران. هو في ايه؟ انا هنزل اشوف في ايه. ايه ده؟ هي ليه الأوضة فاضية قوي كده؟ فين الدولاب؟ فين التكييف؟ فين السجادة؟ فين كل حاجتي؟ فين مكتب الدراسة؟ هي ليه الأوضة فاضية كده؟ هو في ايه؟ هو انا بحلم ولا ايه؟ ليه الأوضة فاضية قوي كده؟ انا مش فاهمة حاجة خالص. يا ربي، امتى يجي الاتنين دول؟ تأخروا قوي، واحدة نايمة والتاني بيجهز. وبعدين ماشي يا هيثم، يعني خد عليهم. يعني انت عارف ان اصلا عليا نايمة في سابع نومة ومطلعة لها هدومها من الدولاب. اما في عز فهو حاجته كتير، مكتب الجيمنج وشغله وحاجته ودراسته، كل حاجة يعني بيلمها في الشنطة. خلي بالك ان احنا بنساعد بعض في تلميم الحاجات، عكس هو قاعد كل حاجة بيعملها بنفسه. فمعلش خدها بس كده المرة دي عديها، عشان يعني الظروف يعني، وعنده حاجات كتير. وبعدين يعني علي هتيجي يعني اكيد دلوقتي، ما اعتقدش انها كل ده نايمه. يمكن تعمل مقلب، يمكن مش عارفه، معرفش يعني. ايه ده؟ ليه البيت فاضي كده؟ ايه ده؟ ماما بابا، ايه ده؟ ايه شنطه السفر دي؟ وليه البيت فاضي كده؟ وهدومي بتعمل ايه على الارض؟ هو في انا مش فاهمه حاجه. اخيرا صحيتي؟ ده احنا من الصبح مستنيينك. بصي يا حبيبتي، دلوقتي انا وباباكي عاملين مفاجأة كنا بنخطط لها بقالنا كتير قوي. ويعني خلاص جا وقتها دلوقتي. مفاجأة؟ مفاجأة ايه يا ماما؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ هو انتوا مخبيين عني حاجة ومتفقين مع عز وليلى وكده؟ لا لا لا، ده هو بس المفاجأة انا وهيثم بس اللي عارفينها، والنهاردة ليلى وعز تعرفوها. القصة ما فيها هي ان احنا هنروح. ثواني، اوعي تقولي بالمنظر ده واللي انا شايفاه ده انت عايزة تقوليلي ان احنا هننقل بيت جديد؟ ايوه يا حبيبتي، هننقل بيت جديد عشان يبقى عندكم البيت الحلو اللي تقدروا تعيشوا فيه. بيت جميل بسلم، مش بيت كله ابواب وطلوع ودخول، بيت كده مرتب ومهندم. حتى مش بيت كله كئيب زي ده. هتقولي ايه الكآبة في كده؟ ده بيج وابيض. هقولك برضو البيت التاني بيج وابيض، لكن هناك الدرجات تفرق. هتحسي بجد بالموضوع لما تروحي البيت هناك. وعايزه اقولك ان البيت هيعجبكم جدا انتي واخوكي. وبقى حديث عن اخوكي اهو جاي اهو ورا، وانتي بتبتدي البسي. بتمنى ان الخبر يكون عجبك. ايوه طبعا، انتي بتقولي ايه يا بابا؟ انا فرحانه قوي، بس على قد ما انا فرحانه، ما انا على قد ما انا زعلانه ان احنا هنسيب البيت ده. مع ان البيت ده كان عاجبني قوي، حسيت انه جميل وكل حد له غرفه لوحده ومهندمه وحلوه. بس برضه كل حاجه بتيجي بفضل ربنا. وبجد انا محظوظه قوي ان في عيله حلوه كده زيكم بتنقلنا البيوت مختلفه وبنستمتع، واي حاجه احنا بنطلبها بتحصل. يا حبيبتي، اي حاجة احنا بنعملها بتكون عشانكم مش علشاننا. احنا لو هنقعد في الشارع مش فارق معانا، المهم انتوا مصلحتكم واللي انتوا عايزينه نعمله لكم. احنا بين كل ده والمفاجأة دي كلها عشان بس نرضيكم بمكان حلو وكل حاجة انتوا تحتاجوها، يبقى يناسبكم وكل حاجة. انتوا بالنسبة لنا اصلا كل حاجة، ولا بيت ولا بتاع. ما تقوليليش الحاجات دي، قوليلي انتوا بالنسبة لنا اهم من اي حاجة تانية. ولا هدوم ولا بيت ولا حتى مأوى. انتوا اهم من ده كله. طيب خلينا دلوقتي نطلع عشان نركب العربية نروح البيت الجديد. وانتي كمان البسي بسرعة علشان خاطر خلاص نروح نركب العربية. نركنها برا، فاضل بس اشغلها ونركب. فانتي البسي هدومك ويلا. حاضر يا بابا، مش هتأخر خالص. يلا يلا يا حلوين، انتي وعز اركبوا ورا، وهاتوا الشنطة دي عشان احطها في شنطة العربية ورا مع الشنطة الكبيرة. وانتي يا ماما اقعدي هنا وانا هاجي جنبك على طول عشان اسوق العربية. حاضر يا بابا، هنعمل كل حاجة دلوقتي. تمام يا بابا، اتفضل الشنطة اهي عشان تحطها. طيب يلا يا علي، انا هدخل وتدخلي ورايا. ماشي. اه ماشي، وانا هركب هنا. وانا اخد بقى الشنط عشان احطها ورا. نفتح بقى العربية، بسم الله. الشنطة دي كمان.
بس كده الحمد لله حطيت الشنط. دلوقتي هروح بقى علشان خاطر اركب. يلا بسم الله، توكلنا على الله. الحمد لله على السلامة يا أولاد، وصلنا بالسلامة الحمد لله. نحمد ربنا ونشكر فضله. دلوقتي أنا هحط الشنط هنا وادخلوا بقى اتفرجوا على البيت. وانتوا يا أولاد اطلعوا شوفوا أوضكوا، انتوا التلاتة ليلى وعز وعليا، أوضكوا انتوا التلاتة فوق. ما تقلقوش كل واحد لوحده، أنا أقصد يعني انكوا التلاتة متجمعين في الدور التالت، محدش في دور مختلف. الله يا بابا شكل البيت تحفة، وشكله كمان أحلى من بيتنا القديم. بجد أنا متحمسة قوي. شكرا ليك انت وماما على البيت الحلو ده. وانت يا ماما عارفة حاجة عن البيت ولا لسه هتدخلي تستكشفي؟ لا يا حبيبتي أنا عارفة البيت، مش أنا دخلت عملت المطبخ والسفرة. والسفرة يعني باباك يساعدني فيها، بس يعني أنا اللي عملت المطبخ وأوضكوا عشان يعني ما محدش هيعرف يعملهم أكتر مني. باباكوا عمل بس الدخلة الليفينج، ساعدني في السفرة، عملنا أوضنا الحمام. يعني أنا شفت البيت، انتوا بقى اللي تدخلوا انتوا التلاتة تفرجوا عليه. والله يا ماما واضح ان البيت حلو اوي، واكتر حاجة متحمس لها طبعا اوضتي، يعني وانا هتحمس لها اكتر من اوضتي يعني. وواضح يعني ان البيت واسع ما شاء الله. ندخل بقى علشان نتفرج. يلا عشان تدخلوا تشوفوا الليفينج، بما انكم شفتوا خلاص الدخلة وكده ادخلوا عشان تشوفوا الليفينج. وبالنسبة للأوضة الفارغة اللي هي اللي ورا اللي مش عارفين نعمل فيها ايه دي، سيبوها على الله وانا بشوف لكم فيها صرفة. او ممكن نسيبها كده، ممكن نبقى نحط مثلا فيها لعب، مثلا ممكن نبقى نحط فيها مثلا حاجات للتنظيف، اي حاجة يعني هتعوزوا تحطوها نشتريها ونحطها. فبس تعالوا بقى ده الليفينج. واو يا بابا شكل كل حاجة تحفة. لما ادخل اشوف، الله ده الليفينج تحفة يا بابا، ده تحفة. انتوا ازاي عملتوه انت وماما؟ موهبة بقى يا حبيبي، امال ايه؟ هي فعلا موهبة بجد. البيت خطير. انا يعني بص لغاية دلوقتي انا ما شفتش غير الليفينج، لكن انا شايف ان البيت تحفة. وانا متحمس قوي عشان نشوف كمان المطبخ واوضنا. تمام يا حبيبي ما تقلقش، دلوقتي انتوا هتدخلوا كمان عشان تشوفوا يعني اوضتكوا والمطبخ وكده. ياي حماس. عليا، ينفع لو خلصت مذاكرة تيجي تلعبي معايا في حوض الكور؟ ألعب معاكي في حوض الكور؟ ماشي، أنا كده كده أصلا زهقانة، وكنت قاعدة بس بحل الهومورك بدل ما أحله بالليل بعد الفطار، يعني أوفر لنفسي وقت. هو أصلا خلاص ما فاضلش غير ربعاية نصاية وهيأذن، فمش تعالي نلعب شوية. ياي شكرا يا عليا. يلا حطي الكراسة وحطي القلم وتعالي العبي معايا. ماشي يا ستي انا جاية اهو. يلا حطيت الكراسة اهو، هاتي. حطيت الكراسة اهو وحطيت القلم. يلا بينا عشان نروح نلعب، تعالي يلا. يلا بينا يلا بقى يا ليلى، يلا ويه. تعالي يلا اهو حوض الكور اهو، يلا بينا نط. يلا وانا نط معاكي. Don't cry snowman not in front of me. Who'll get your tears? يلا يا عم يلا خلاص قربنا نكسب الجيم. ايوه يلا يلا. يس كسبت. ايوه وصلنا البيت فعلا من ساعة نص ساعة كده يعني. ما شاء الله البيت تحفة. ايوه كويس اوي، تبلها كمان وظبط الدنيا تحفة.